المراقب العام عبد الحفيظ فلوس نائب والي ولاية أمن طنجة خلدت ولاية أمن طنجة على غرار باقي المصالح الأمنية على الصعيد الوطني تخليد ذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة تم إبراز المجهودات المتواصلة للتنزيل الأمثل للاستراتيجية المندمجة المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وترتكز على سبيل الذكر لا الحصر على تكريس شرطة المواطنة بغية تقريب الخدمات الشرطية للمواطن، اعتماد الجانب الاستباقي والوقائي من أجل توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن المغربي أو الأجنبي على حد السواء، محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، محاربة الجريمة الإرهابية المنظمة والتي انتشرت بمنطقة دول الساحل. وموازاة مع هذا هناك عمل متواصل من أجل تأهيل الموارد البشرية وتحديث الوسائل اللوجستيكية بغية ضمان نجاعة التدخلات الأمنية والعمل على خفض معدلات الجريمة، وذلك موازاة مع التحولات السوسيو اقتصادية التي تعرفها منطقة طنجة. شكرا.